دخلت مسابقة كوز بيس، خدت فيها مركز أول جمهورية، واتأهلت للعالمية، خدت ما شاء مركز الله، ما شاء أول. الله. مساء الفل يا سيف، أنت عامل إيه؟ أنا الحمد لله تمام، أنت عامل إيه؟ كُلّه تمام، تمام. إحنا النهارده معانا مين طيب؟ إحنا النهارده أنا الحلقة دي إلى حدٍ ما أنا خايف منها شوية عشان حاسس إن إن أنا مش عارف أتكلم إزاي. هو النهارده عندنا عزيز محمد، هو في سَتّة ابتدائي بس ما شاء الله عمل يعني حاجات كتير ودخل في مسابقات كتير ليها علاقة بالبرمجة وكده. ف فعايزك تعرّفنا بنفسك يا عزيز، أنت عامل إيه؟ آه، أنا الحمد لله، وأنا اسمي عزيز محمد، في ستة ابتدائي، عندي 12 سنة. تمام ماشي. أنا كنت حابب أعرف يا عزيز منّك أنت من الأول كده خالص، أنت بتحب تعمل إيه؟ أنا بحب البرمجة، بحب برضه نعمل ماركتينج بال AI، صور أو فيديوهات. ما شاء الله. طيب أنت قُل لي كده يعني الموضوع ابتدى معاك إزاي؟ أنت إمتى استقريت على موضوع البرمجة ده؟ أول حاجة أنا يعني كنت اشتركت في مركز اسمه الUSF كويس عندنا. بعد كده عن طريق المدرسة عرفت مبادرة براعم مصر، دخلت فيها، بعدين بدأت أتعمق شوية في البرمجة. أنا كنت عايز أقول لك هو أصلًا أنت ليه من الأول خالص اللي شدّك البرمجة؟ يعني مثلًا ليه مش marketing مثلًا، ليه مش graphic design؟ ليه أنت أول حاجة دخلتها اللي هو لأ أنا عايز الحتّة دي يعني؟ علشان يعني دي الحاجة اللي كانت قدامي ساعتها، ما كنتش لاقي أي مجال تاني. يعني تقصد إن هو كان موجود عندك يعني في المدرسة، فأنت اللي هو طَب هل عجبتك يعني وأنت بتذاكرها أو هل عجبتك أمّا دخلت أو كده؟ البرمجة آه. طيب ماشي، آآ خلّيني أسألك كده يعني إيه نوع البرمجة اللي أنت بتبرمجها؟ هل هي مثلًا برمجة مواقع والّا برمجة ألعاب والّا برمجة برامج والّا إيه بالضبط؟ يعني في البرمجة اللي أنا اتعلمتها هي لحد دلوقتي برمجة ألعاب، بس أنا بدأت أتعمق يعني في برمجة تانية، وفي برامج يعني أقدر أعمل عليها، يعني أنا مثلًا مش برمجة أوي، بس أنا بادخّل شوية أكواد وبادخّل له الكلام، وهو يقدر يعمل لي اللي هي برمجة كموقع. تمام، ده اللي هي جميل أوي، زي مثلًا vibe coding وكده؟ أو بادخّل فيه برضه الAI، ثواني، زي برنامج كده كان اسمه إيه، أو اسمه برنامج cloud. أوكي، أوكي، جميل أوي. طيب قُل لي أنت عملت إيه مثلًا قبل كده طيب؟ عملت إيه قبل كده، كنت باعمل مواقع. أنا أصلًا من وأنا صغيرة كان يعني بافكّر إن أنا أمّا أكبر آآ أفتح زي مطعم جنب شغلي يعني، بس فكنت جامد كنت أوي. كل ما أتعلم حاجة أطبّقها على الفكرة دي، زي مثلًا إن هو أنا عملت موقع للمطعم. هو عامةً إحنا كنا هنيجي لك في الحتّة دي، اللي هو أنت حابب تعمل إيه لمّا تكبر، بما إنّك أنت من الأول كده خدت موضوع البرمجة ده من بدري، فأنت يعني حابب مثلًا تفتح شركة والّا أنت قُلت لي مطعم، بس اشمعنى مطعم وأنت في برمجة وكده، عايز تعمل مثلًا المطعم ده app أو web site أو أيًا كان والّا حابب تعمل إيه بالضبط؟ أو يعني يعني فكرة لسه صغيرة، هتكون يعني مساعدة أو جنب الشغل الأساسي، يعني دي مش هيكون الشغل الأساسي. أوكي تمام، طب هو حلو أوي. أنت مثلًا عايز تعمل المطعم ده عشان أنت يعني في حاجة جديدة عايز تعملها والّا أنت بتحب الأكل؟ يعني اشمعنى مطعم برضه؟ أنا أول حاجة لمّا بدأت أتعلم يعني جات أول فكرة في دماغي إن أنا أعمل مطعم، أيوه. فبدأت بقى وعملت له برنامج، وبابدأ إن أنا أطوّر فيه، باعمل له menu وصورة وكده. طب هتبقى وكم عازمنا طيب. إن شاء الله. هو أنت عامةً بتحب الأكل والّا بتحب الطبخ يعني آه، بالتحديد؟ آه. أوكي تمام، بتعرف تعمل أكل وكده؟ يعني أكلات صعبة شوية؟ لا، لأ. طيب ماشي كويس. عامةً طيب أنت جرّبت إنّك تعمل مثلًا لعبة بطريقة معقّدة شوية برضه، يعني مثلًا جرّبت إنّك أنت تdesign characters فيها وإنّك أنت الcharacters دي تتحرّك وكده؟ كان في إن أنا مثلًا باعمل لعبة، بس مش كلّها بتكون مثلًا بالبرمجة اللي هي الblocks، كان في جزء فيها بيكون بالبرمجة اللي هي الPython. جميل أوي. طيب يعني وصلت فيها مثلًا لفين وأنت بتبرمجها؟ يعني مثلًا إحنا بنعمل لعبة دلوقتي في high school،
إن هي لعبة زي مجداف كده، بيحرك كورة، المفروض الكورة كده في المربع، إحنا بنعمل المجداف أو البلاير ده بايثون. جميل أوي. هي لسه أكواد خفيفة، لسه متعمقناش أوي. طيب حلو أوي. طب أنا كنت عايز أخش في حتة LinkedIn، أنت إيه اللي خلّاك إن أنت أو مثلًا ده كان من ترشيح من والدك، أو إيه اللي حصل إن أنت لأ أنا هاعمل account على LinkedIn وهانزّل أنا عملت إيه وكده؟ كان يعني أول حاجة كان اقتراح من باشمهندس اسمه إبراهيم هاشم، وبرضه عرض الفكرة دي على والدي، ووالدي حبها إن أنا أعرض إنجازاتي ونجاحاتي على LinkedIn عشان لمّا أكبر ألاقي وظايف بسرعة. تمام، ابتديت بقى فيه إزاي؟ يعني أنت ابتديت إزاي، أو مثلًا عرفت إزاي الناس بتمشي إزاي، أو إن أنت بتقول إيه مثلًا، أو إيه اللي بيحصل يعني؟ هو أنا أول حاجة باشمهندس إبراهيم هاشم دخل معايا meeting، عمل لي الaccount، وكمان علّمني إزاي أكتب، وعلّمني إيه الميعاد اللي أنزّل فيه، وإن أنا المفروض أحط صور وفيديوهات عشان الناس ما تملّش من الكلام وكده. أيوه، أنا حتى لقيت أنا لمّا دخلت عندك أنت، أنا عاجبني كمان، هو عايز أعرف هو مين اللي بيصوّرك؟ يعني أنا لمّا باشوف في المسابقات اللي بتخشها وكده، في شخص بيصوّرك، ده أنا عاجبني جدًا إن أنت برضه الحاجات دي أنت مصوّرها ومضبّطها يعني. اللي بيصورني هو والدي، وساعات لمّا باكون في مسابقات والدي مش فيها، بيكون الكاميرا بتاعة المسابقة هي اللي بتصور يعني. أيوه. جميل أوي. عامةً طب احكِ توثيق اللحظات بصريًا ده شيء كويس. يعني حتى كمان في الalgorithms يعني معروفة إنه الحاجة لمّا تبقى لمّا الpost يعني لمّا يبقى فيه مرفق صورة، بيبقى يعني بينتشر بشكل أسرع، الناس بتقدر إن هي تبُص على الpost لفترة أطول، فده عامةً كويس ليك يعني. بس طب أنا عايزك تحكي لي عن أول مسابقة دخلتها، وأنت كنت حاسس بإيه، أو كنت خايف، أو الدنيا كانت معاك عاملة إزاي يعني؟ أول مسابقة دخلتها اللي هي كانت مسابقة كوزبيس، كوزبيس ريسكيو بيرفكت 2025. كانت المسابقة دي أول حاجة أنا دخلتها، يعني كان بشكل قليل أوي في البرمجة، أو حاجة زي لغة برمجة. كنا بنبرمج روبوت علشان مثلًا هو الروبوت ده كإنه مثلًا رجل إنقاذ أو عربية إنقاذ. آه، عربية الإنقاذ دي بتروح مثلًا في منطقة، المنطقة دي بيكون فيها object على الأرض زي مربعات كده، وكل مربع ليه مثلًا score معين، يعني مثلًا مربع أسود ليه 6، مربع أزرق ليه مثلًا 3، مربع أحمر مثلًا ليه 2. يعني على حسب أكِن مثلًا المربعات دي عدد الناس. وكمان كان في منطقة اللي هي الtrap أو الأكتاف، المنطقة دي لو عدّيت عليها مثلًا الobject ده بيُقع منّك، أو الناس اللي أنت بتنقذهم مثلًا بيروحوا منّك، إن دي منطقة فخ. جميل أوي. وكان في منطقة تالتة اللي هي المنطقة الأمان، المنطقة الأمان دي أنت المفروض تاخد الobject وتودّيها تحطّه فيها عشان يتحسب لك الscore، يعني زي الروبوت مثلًا بياخدهم ويودّيهم المنطقة الآمنة عشان يحسب كام عدد الناس اللي أنقذهم. أنا كنت فاكر برضه كان في حاجة شبهها، كنا بنلعبها تقريبًا وإحنا صغيرين، اللي هو عارف أنت كان في لعبة كده كان بيبقى في زي مركب وفي حتتين وأنت بتاخد تقريبًا الناس وبتوديهم الناحية التانية عشان الوحوش ما ياكلوهمش أو حاجة كده يعني. وكان برضه عامل أساسي في الح ال أو ال أو الgaming اللي إحنا كنا بنلعبه ده كان الtimer، يعني أنت مثلًا ليك 5 أوكي تمام. دقايق ونشوف مين اللي جمع أعلى score أو مين اللي أنقذ أكبر عدد من الناس. تمام، تمام فهمت أيوه. طيب قُل لي أنت مثلًا في حاجة صعبة وقفت قصادك وأنت بتتعلم برمجة أو يعني إيه العقبات أو إيه الصعوبات اللي أنت آآ يعني وقفت قصادها شوية وحسيت إنه يعني الموضوع ده صعب وكده؟ يعني إيه بالضبط المواقف اللي قابلتك في الموضوع ده؟ يعني كان أول حاجة كانت صعبة معايا في البداية اللي أنا إزاي أتعلم أو أتعمق فيها، لكن بعد كده بقت سهلة شوية. وبرضه يعني اللي أنا مش عارفة أفهمه أوي هو الPython، باحاول يعني أفهمه. الPython ده بالنسبة لك كان أو يعني أنت شايفه إن هو حاليًا مُعقّد شوية أو ده أصعب حاجة يعني في اللغات اللي أنت شُفتها؟ لأ، هو أنا أصلًا ما شُفتش غير لغة اللي هي الblocks أو عبارة عن مربعات تمام. أماكن. لكن تاني حاجة لسه يعني ما اتعمقتش أوي في لغات البرمجة كلّها كانت الPython.
بايثون دي عبارة عن كتابة، نكتب إحنا الأكواد. أوكي تمام، حلو أوي. هي دي ط يعني بالنسبة لي معقدة شوية. إمم، طيب. وشايف أنت إزاي ممكن إنك أنت تقدر إنك أنت تعدّي العقبة دي أو الصعوبة دي؟ يعني مثلًا كنت لمّا حاجة تقف قصادي كنت أغلب الأوقات باستخدم الAI أوكي. عشان يساعدني فيها. قُل لي بتستخدم إيه أنهي model بالضبط أو إيه الmodels اللي أنت بتستخدمها في الAI؟ الmodels زي مثلًا Manus ده كان بيساعدني. حلو أوي. يعني بس هو لحد دلوقتي اللي أنا استخدمته كان Manus وChatGPT برضه بس مش أوي. طب أنت بالنسبة لك طيب إيه أحسن واحد؟ أحسن واحد ده كان Manus. ليه بقى؟ يعني أنا عايزك تفيدني الصراحة، يعني إيه مثلًا إيه الفرق من مانوس وChatGPT، Gemini، أنت إيه أكتر حاجة بترتاح لها يعني، وليه؟ يعني هو عشان Manus هو أصلًا تخصصه الأكواد، أيوه. فهو بيكون يعني سهل وسلس معاك وفاهم أوي. تمام، بس أنا يعني لو مثلًا مش باعمل كود، يعني أنت مثلًا لو ما بتعملش codes، أنت بتعمل أي حاجة تانية، بتسأل عن حاجة مثلًا أو كده، إيه الحاجة اللي بتروح لها؟ لو باسأل عن حاجة يعني في الأغلب باسأل ChatGPT. أوكي تمام. طيب في دلوقتي برضه يعني أنا باسمع دايمًا بيقولوا Claude الmodels بقى بتاعته جامدة في الcoding بالذات وClaude Code والحاجات اللي هي دي. جرّبت إنك أنت إمم. تستخدم Claude أو دوّرت عنه قبل كده؟ اللي هو Claude. آه. أيوه، هو Claude ده برضه يعني هو زي مثلًا أنا باعمل أصلًا الwebsite بتاعتي أو الapplication عليه. أوكي تمام، جميل أوي. يعني ده برضه من ضمن أنا بس الحاجات اللي أنت بتستخدمها. أنا أصلًا يعني بس وممكن برضه يكون يعني حاجة زي ChatGPT باستخدمها مش كتير. حلو أوي. طيب أنت إيه المسابقات اللي أنت دخلتها وكسبت فيها مثلًا مراكز أول أو تاني أو تالت؟ المسابقات اللي أنا دخلت مسابقة Quiz Base خدت فيها مركز أول جمهورية، واتأهلت للعالمية خدت ما شاء مركز الله، ما شاء أول. الله. طيب دي كانت وإيه عبارة عن إيه طيب تاني؟ المسابقة دي؟ هي دي مسابقة اللي هو الروبوت المنقذ أو الروبوت اللي بينقذ الناس. أوكي تمام. ودخلت مسابقة تانية اسمها كودافور، دي مسابقة ابتكار وريادة أعمال. إحنا يعني مثلًا بنختار مشروع أو حاجة ما اتعملتش قبل كده، مشروع اتعمل قبل كده أو ما اتعملش. لو ما اتعملش بيكون activities أكتر، ولو برضه اتعمل بس إحنا عاملين بطريقة أحسن، بس الفكرة يعني حاجات قليلة التكلفة. وكنا بنعمله دخلت بيه مسابقة اللي هي على مستوى الجمهورية هنا. آآ خدت فيها مركز تالت كانت في مصر، واتأهلت إن أنا أسافر إندونيسيا. ما شاء الله. أوكي تمام، ما و شاء الله. وكمان في مسابقة تانية اللي هي Sea Birch، دي مسابقة غواصات مائية عبارة عن يعني بنعمل غواصة من اللي هي البايب والإلبو والT-connector، نعمل بيها غواصة ونركب فيها مواتير والfloats برضه عشان نقلل الكثافة. وأول حاجة يعني هي دي بتعمل إيه، مهمته إن هو بينزل يعمل mission معينة تحت المَيّة. وفي برضه اللي هي حاجة اسمها الobstacle course، دي عبارة عن حلقات إحنا بنعدي منها باستخدام الremote controller اللي هو متوصّل بسلك الإيثرنت اللي متوصّل بالروبوت. ما شاء الله. خدت فيها يعني 3 حاجات، خدت best presentation وأخدت best obstacle course وأخدنا مركز أول، واتأهلنا إن إحنا نسافر أمريكا. أوكي جميل أوي. طب يا عزيزي، أنا كنت عايز أسألك، أنا أمّا شُفت الفيديوهات بتاعتك وكده، لقيت إن أنت معاك team، وهو يعني أنتم أظن اشتغلتوا مع بعض في كل حاجة، فأنت عرفتهم منين واشمعنى اخترت دول؟ هو مش أنا اللي باختارهم، يعني هو مثلًا أنا بانزل أو باكون في فريق، أنا ما أعرفش إيه الناس اللي هتكون معايا. يعني هو الموضوع أنت اللي أنت بتشترك وهو بيجمّعوكم مع بعض، مش team مشترك، صح كده؟ لأ، لأ، يعني مش أنا اللي باختار. أيوه فاهم، يعني هو أنتم عادي بتقدّموا كفرد، أنت بتقدّم كفرد، آه، وهُم آه، بيجمّعوكم مع بعض، صح كده؟ آه، ده في هُم كل بيجاوبونا المسابقات، ما فيش حاجة دخلتها كان في team مثلًا موجود أو كده؟
لا ما فيش تيم حد بيختار فيه. طب انت ايه احسن تيم اشتغلت معاه وكان اسمهم ايه مثلا، او اشمعنى اخترت دول؟ أحسن تيم اشتغلت معاه كان أول حاجة التيم بتاع مسابقة كوز بيس. كان معايا واحد صاحبي اسمه ياسين معتز في مدرسة زيلز دوت، يعني كان حد لطيف جدا وودود. وكان معايا باشمهندسة دنيا، وكان معايا برضه باشمهندسة رحمة. ساعدونا إن احنا ناخد المركز الأول. وكمان في مسابقة سيبرش كان معايا 3 في الفريق. واحد اسمه بيشوي، واحد اسمه جورج ده هو كان عنده خبرة أكتر مننا، إن هو كان داخل المسابقة مرتين قبل كده. وكان داخل معانا تانية واحدة في الفريق اسمها دان. إيه جميل أوي. طيب وفي الآخر إيه اللي حصل بعد ما اتجمعتوا وبقيتوا تيم؟ بس لما اتجمعنا أول مرة كنا كلنا يعني بنساعد بعض وبنشتغل، بنفكر في تصميم الروبوت اللي احنا هنعمله هيكون ازاي. بنفكر برضو في البلان اللي احنا هنعمل بيها الميشن. طب انا إيه عايزك جميل. تقول لي، انت لو يعني هتختار تيم، انت اصلا يعني ممكن تختار على اساس ايه؟ او مثلا هل مثلا الشخص ده شاطر، الشخص ده مثلا بيسمع كويس؟ انت ايه شايف الصفات الكويسة اللي انت عايزها تبقى في التيم بتاعك؟ ان احنا مثلا ان احنا نكون كلنا بنحب بعض ونحب نساعد بعض عشان نبقى تيم واحد وتيم قوي ويعرف يفكر. تمام، انا معاك. بس مثلا لو في صفة معينة ممكن تبقى في شخص، شايف ان هي دي ممكن تديله يعني ادفانتج، ان هو لا، انا عايز اشتغل مع ده عشان الصفة دي مثلا. عشان ان هو واحد مثلا زي جورج كان داخل المسابقة قبل كده وتركيزه حلو، وبرضه تركيزه حلو وعنده معلومات كتير عن المسابقة من هو كان داخلها قبل كده. أوكي تمام. أنت عايز حد يعني يكون عنده خبرة تقصد، يعني اللي هو عنصر الخبرة ده اللي برضه هيدي ادفانتج كويسة أو يعني ميزة تنافسية كويسة. اه. حلو أوي. طيب أنا عامة يعني بعيدا عن البرمجة بقى، أنت هواياتك إيه بقى غير البرمجة؟ ايه هواياتي ايه من أي ناحية مثلا؟ يعني انت بقى سيبك من البرمجة، انت بتعمل ايه مثلا يعني بتحب، انا عرفت ان انت بتلعب كاراتيه. اه. ال انت معاك الحزام البني اظن، صح؟ أنت اه. متابعه كويس على فكرة. اه لا، انا عزيز، انا قعدت اسبوع مثلا قاعد في اللينكد ان بتاعه ما بطلعش يعني. هو لأ، هو ما شاء الله عليه كويس بصراحة يعني. فانت بتحب يعني بعيدا عن ان انت مثلا مش في التمرين في الكاراتيه، ومش بتعمل كود مثلا، ممكن تكون بتعمل ايه؟ يعني مش بعمل كود، بحب إن أنا يعني أعمل ديزاين. باخد كورسات على برنامج فوتوشوب. واللي حاطط لي الرود ماب دي كان باشمهندس أحمد رأفت، وقال لي إن أنا مثلا أشترك في منصة ينفع عشان آخد عليها كورس تعلم أساسيات الفوتوشوب، وإن أنا أدخل على اليوتيوب أبحث عن مصطفى مكرم أتعلم برضه أساسيات الفوتوشوب. أوكي تمام. وعملت حاجة طيب فعلا ولا لسه؟ بعمل دلوقتي بعمل عليه ديزاينات. زي مثلا كان آخر بوست تقريبا أو قبل الأخير كنت عامل فيه ديزاين، كنت عامله من على فوتوشوب. بس فكنت يعني عايز أقول لك بقى، أنت يعني بتتعلم الفوتوشوب غير إنك أنت تجنريت صور بالAI. طيب جربت إنك أنت تستخدم بقى موديلز تقدر إنها تعدل على الصور بالAI وكده؟ يعني أكتر حاجة بستخدمها إن أنا بنانا تو. أوكي تمام. عملت بيه حاجات كويسة وطلعت النتايج كويسة وكده؟ أه يعني مثلا لو عايز مثلا أعدل على الصور، أغير مثلا لون التيشيرت، أغير مثلا البنطلون مثلا شورت، أو أوكي جميل أوي. يعني مثلا. جربت إنك أنت تعمل مثلا publish أو إنك أنت ترفع الحاجات دي على LinkedIn أو أي منصة من المنصات، يعني إنك أنت حاجة أنت مطلعها أو معدلها بالAI. جربت إنك أنت يعني شايف إن هي حاجة تستحق إنها تترفع وكده؟ أه عملت إيه يعني مثلا كان إيه البوست عبارة عن إيه؟ طب مثلا لما كنت مش بقى كنت بعمل edit للصور، أنا مثلا جايب صورة من مثلا سندوتش عشان أروج للمطعم بتاعي،
ومثلا دخلت ظبطت على فوتوشوب، بس فوتوشوب مش قادر ان هو يعمل كل الحاجات اللي انا عايزها، فكنت بدخل اعمل edit على نانو بنانا 2. أوكي، جميل أوي. هو أنت قُل لي بقى المطعم ده هيبقى يعني مطعم إيه بقى، مصري والّا أكل هيكون عبارة عن إيه؟ اكل او اخليه اكل من 27 دولة. 27 ما شاء الله. طيب يعني اشمعنى 27 دولة؟ يعني انا لما سرشت لقيت ان انا لو أوكي. كترت الاصناف وعملتهم بطريقة حلوة، يعني الناس، يعني مثلا الناس عايزة تشرب ديك، عايزة مثلا تاكل مثلا من سوريا سندوتش سوري برضه هتيجي، عايزة مثلا تاكل بيتزا من بيتزا مثلا البيتزا إيطاليانو هتيجي. باقول لك إيه، طب ما أنا ممكن يعني إيه رأيك برضه في حتّة إن أنت تتميّز بحاجة؟ يعني مثلًا أنا حاسس إن أنا مثلًا لو لو لقيت شخص بتاع سوري أصلًا يعني هو شغّال سوري، حاسس إن هو هاروح له على طول، مثلًا واحد برجر هتلاقيه رايح له على طول، بيتزا كده، فأنت لو اهتميت بحاجة حاسس هتبقى أحسن من حيث إن أنت تهتم بكذا حاجة، عشان الناس بتحب التخصُّص برضه أكتر، فاهمني؟ هو مثلًا دي أنا ما نقطة يعني كويسة. أنا برضه يعني مش هاجيب كده، أنا هاجيب شيف لكل صنف، بحيث إن تمام. الحاجة تكون طالعة حلوة أوي. أنت هتعمله فين طيب، هتعمله في السويس والّا هنا والّا في القاهرة؟ يعني لسه فكرة مبدئية بس لأ عشان ممكن. باسأل، أصل أول ما تفتحه لازم تجيبني معلش يعني. مع معلش، أنا عزيز فود، أنا أهو أنا متابعه، أنا من ساعتها، من هو لسه فكرة، معلش أول ما هتسمي المطعم إيه صحيح؟ ما هو أهو هو عامله عزيز فود، ده عامل اللوجو كمان. عز عزيز فود. طيب جميل آه، أوي. طيب إن شاء الله يعني كده المطعم ينجح ونشوفه حاجة كبيرة وليه كذا فرع بإذن الله يعني. طب وأنت معلش بقى عامةً معلش بس عشان في ما سؤال مهم أوي واقف في زوري عايز أسأله. لأ، لأ، أنا كنت عايز نصيحة من عزيز، أنا معلش مش عايز السؤال. أنت عايز طب ماشي. أوكي. آه، يا عزيز دلوقتي أنا تعبت من الصورة بتاعة LinkedIn، مش عارف أعمل واحدة حلوة، وأنا لقيت الصراحة إن أنت بتعرف تعمل الprompt كويس لصورة LinkedIn، ممكن تبعت لي واحد لو سمحت؟ تمام. للAI يعني؟ طب ما تتصور آه، صورة حلوة. لأ، لأ، حاسس إن التانية أحسن يعني. طيب يالّا. لأ، حاسس إن طب التانية قُل له أحسن عزيز شوية. طب يعمل إيه؟ ماشي، أول حاجة أنت مثلا بترفع الصورة مثلا اللي أنت مصورها، عايز ترفع جودتها، مثلا أنت بتدخلها على جيميناي. لو أنت مثلا عايز ترفع جودة الصورة في prompt ممكن أبعته لك أو كذا prompt. يعني يا أوكي ريت تمام يعني. يا ريت تفيدنا بالموضوع ده بجد، هو فعلًا تمام. محتاج أنت فعلًا محتاج تغيّر صورتك. جدًا بقى يعني. عامةً أنا في برضه كمان نقطة عايز أستفيد منها بسبب في LinkedIn برضه. أنت كنت شايف إزاي أبدأ إن أنا أبوست أو إن أنا أنزّل على LinkedIn؟ لإن أنا مش بالاقي كلام إن أنا أنزّله أو مش بالاقي يعني حاسس إنه مثلًا الأيام يعني مثلًا بتعدّي وأنا في الشغل، بس مش بالاقي حاجة إن أنا فعلًا أنزّل عنها. فهل أنت إزاي بتلاقي مثلًا بعيد عن المسابقات يعني والجو ما شاء الله يعني وكده، لقيت مثلًا إيه الحاجة التانية ممكن تنزّلها أو إنّك أنت تفضل مستمر؟ وهل أصلًا الاستمرارية في التنزيل ده شيء مهم، ويعني أقعد أنزّل عمّال على بطّال وكده والّا أنزّل إزاي؟ لأ، يعني مش تنزّل ورا بعض، ورا بعض، يعني يعني مثلًا مثلًا وقت مثلًا من الساعة 18:00 للساعة 20:00 يعني في الحدود دي. أوكي تمام، اشمعنى الأوقات دي تبدأ طيب مثلًا بالذات؟ عشان أودّي الناس يعني بتكون فاضية فيها. بتكون الناس available يعني. آه. أوكي تمام. هو أنت تقريبًا كان سيف قال لي حاجة زي كده، أنت تقريبًا قُلت لي حاجة زي كده قبل كده صح؟ آه، قُلت لي ما بس هو عامةً سيف برضه بينزّل بس سيف بينزّل أنت عمّال على بطّال بصراحة. أنا اللي بانزّل عمّال على يعني أنت إيه، طب أنا برضه طب يا عشان عزيز تكون عارف يعني هو سيف شغال يعني إن شاء الله يعني يبقى HR كده بعد ما يخلّص الجيش. آآ تلاقي أي حد تلاقيه HR اعرف كده إن هو إيه، يعني بيسرق بوستات يعني. ابعد عني، سيف برضه بس ما يعني هو لأ ما سيف باسرقش، طب والله ما باسرق، عامةً يا عم والله أنا ماشي. اتسرقت أنا مش وريتك قبل كده إن أنا أنت اتسرقت؟
ماشي، أنت فعلًا بوستك اتسرق، بس على فكرة أنا والله باشوفك برضه والله بتنزّل حاجات بتغيّر بعض الكلمات. ما ده بقى حرفنة، دي حاجة تانية. المهم يعني يا عزيز، اوعى بوستات يعني زي بتوع الHR. ازاي انزل بوستات زي بتوع الاتش ار؟ لأ، لأ باقول اوعى لك يعني ما تسرق تسرقش البوستات بوستات زي بتوع زيّهم يعني. الHR. تمام. بس عامةً يعني أنا مبسوط إن كنت معاك في الحلقة دي، أنا عامةً انبسطت بيك جدًا، 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 وشايفك يعني ما شاء الله عليك، حاسس إن يعني عايز كل الناس تطلع زيك كده اللي هو في نفس الجيل يعني. يعني حاسس إن فعلًا هيكون في تطوّر رهيب في الجزء التكنولوجي في مصر عامةً يعني. هو في سؤال كده دايمًا بنسأله في الآخر، بس هو سيف بيحب يسأله يعني، ممكن تسأله. ممكن اقول سؤال؟ طبعًا اتفضل. ممكن. ماشي. وبرضه يعني مثلا عشان تنزل بوست حلو انت مثلا بتقول كل الكلام اللي في دماغك او اللي انت عايز تنزله وتدخله اي اي تول، تقول له يعني قاعد يعني هو يعيد صياغة النص بالطريقة اللي انت عايزها. والله الكلام ده بفلوس، والله الكلام ده بفلوس يا جدعان، والله. لازم تعمل كورس عزيز كده إن شاء الله يعني كمان شوية، آه، تعمل لك يعني كورس كده أتمنى محترم تبقى تستفيد منه. instructor يا عزيزي. حاسسك هتبقى instructor كويس فعلًا. وقُل لي صحيح تجربتك مع high school كانت كويسة والّا عاملة إزاي؟ اه اه كانت كويسة. يعني قُل عادي يعني مش عشان أنا قاعد معاك، قُل عادي يعني براحتك. مش هيروح يقول لهم، لا أيوه. كويسة. تمام يعني كلّه ماشي تمام؟ اه بإذن الله المبادرة تمشي كويس تستفيد منها فعلًا يعني. فكان في سؤال كده في الآخر فممكن سيف يقوله. أنا كنت عايز أسألك يا عزيز، أنت هو المفروض إن السؤال بس هو أنا هاحاول إن أنا أغيّر صياغته معاك شوية. المفروض إن السؤال بيبقى لو في حاجة وأنت صغير كنت بتعملها وشايف إن أنت لو يعني لو كنت ما عملتهاش كانت هتزوّدك أكتر وكده، فأنت في حاجة مثلًا كنت ماشي فيها غلط و و وشايف إن لأ، لو كنت عملتها مثلًا بطريقة مختلفة كانت هتبقى أحسن، كانت هتفيدك أكتر مثلًا أو كده؟ ان انا كنت اتعلم الاي اي من بدري او كنت اتعلم البرمجة برضه من بدري. طب من بدري اللي هو إمتى مثلًا؟ يعني من بدري يعني من بدري ما مثلا. شاء الله عليك يا عزيز، أنت يعني حاسّك بدري، يعني أنت دلوقتي في البدري. مثلا من 6 سنين او 4 سنين. أوكي تمام، عامةً ما تقلقش، هو أنت لسه قدّامك وقت طويل يعني بإذن الله يعني ربنا يديك طولة العمر، وما تقلقش يعني عادي أنت لسه فيها، وعندك فرصة إنّك أنت تتعلّم حاجات أكتر بكتير جدًا، حتى ممكن تسبق كمان الناس اللي بدأت من بدري من قبلك يعني. هي بس الفكرة في إنّك أنت تبقى فعلًا مركّز في الحاجة ومستمر فيها كويس، وكمّل زي ما أنت، يعني أنت ما شاء الله ماشي كويس، بس كده يعني. بس مش أهم عايزين حاجة تعزمنا على المطعم أول ما تعمله. يا عم خلاص بقى يا عم بقى هيعزمك، قال أنا هيعزمك بقى. أنت عايز تأمّن يعني من معلش دلوقتي؟ بقى، والله بأمِّن، أعمل إيه طيب؟ خلاص ماشي، ابقى عايز اعزمه عزيز أروّح. معلش. ماشي يا عزيز، أنا مبسوط جدًا إن أنا كلمتك. اتمنى يكون في لقاء تاني. إن شاء يا الله ريت بإذن الله، والله بجد، بإذن الله. إن شاء الله أول ما أتمنى. ترجع لنا بأمريكا بقى، أول ما ترجع لنا من أمريكا اللي أنت اتأهلت ده نشوف إحنا بقى أنت عملت إيه هناك. أنا أستضيفك إحنا إن شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا عزيز، ماشي شكرا. شكرًا، وإن شاء الله في حلقة جديدة وصفحة جديدة.